بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب النهاردة إن شاء الله هنخش في مسألة جديدة خاصة برضو بالجافا سكريبت، بس هتكون ادفانسد شوية عن الفاليديت انبوت بتاعت المرة اللي فاتت. ندخل في المسألة على طول. دلوقتي لازم تتعود إن أنت تقرأ اسم المسألة من فوق، أو شوف هو طالب منك إيه بالظبط أو عايز منك إيه تحديدا. وكمان لازم تقرأ الأكسبتنس كريتيريا أو المعايير المقبولة بالنسبة له، علشان يعتبر إن المسألة اللي أنت حلتها دي حلتها بشكل صحيح. طيب دلوقتي هو بيقول لك eliminate empty values. يعني إيه eliminate؟ أنا لما أروح آخد كلمة ما أكونش عارف ترجمتها وأروح أترجمها اتعود ان انا ما ترجمهاش ترجمه حرفيه، اشوف سياق الجمله اللي هي ماشيه معاه، او اخد الجمله على بعضها واحاول اشوف هي بتتكلم عن ايه. eliminate يعني حذف او اقصاء عذرا، يعني حذف او اقصاء. هو هنا بيقول لك حذف الامتي فاليوز، انا عايزك تشيل لي القيم الفاضيه. طيب ده ازاي؟ هو بيقول لك ان انت اعمل لي فانكشن اسمها eliminate. الفانكشن دي بتستقبل مني array. الفانكشن دي بتستقبل مني array. any empty value must be removed. اي قيمه فاضيه لازم انها تتحذف من الاري اللي انا هبعتها لك دي. طيب الامتي فاليوز كان بي، الامتي فاليوز دي هو بيعتبرها او ممكن تكون null، ممكن تكون undefined، او انها ممكن تكون empty string. كل دي falsy values بالنسبه لجافا سكريبت، ومن ضمنهم كمان الزيرو. لكن هو هنا عامل استثناء، وهنا بقول لك ان الزيرو doesn't consider to be empty. انا مش عايز الزيرو يعتبر قيمه فاضيه، انا عايزك ترجعه لي مع القيم اللي true فيه او القيم اللي true في الاري. يعني انت انا هبعت لك اري في الفانكشن اللي اسمها eliminate. الاري دي بتحتوي على قيم true وقيم false. القيم اللي true والقيم الفولس زي كده بالظبط. يعني انت عندك واحد اتنين كل ده true، null false undefined zero empty string، برضه زيرو جوه empty string، جوه string اسف. طيب هو عايزك تشيل اي قيمه فولسي من الاري دي، لكن في نفس الوقت ترجع كمان الصفر في الاري، ما تعتبروش فولسي فاليوز، ما تحذفوش، رجعه من ضمن القيم اللي هتفضل. طيب دلوقتي هو بيقول لك الاكسبتنس كريتيريا you are not allowed to use any built-in functions. مش عايزك تستخدم اي built-in method او function خاصه بالجافا سكريبت. make all necessary validation for the inputs and outputs. عايزك ان انت تعمل تحقق للقيم اللي انت هتدخلها والقيم اللي انت هتطلعها. write more examples for using your function. عايزك تكتب امثله على استخدام الفانكشن بتاعتك دي. طيب مساله زي دي نبدا فيها ازاي؟ اول حاجه هنا بقول لك create function اسمها eliminate. انا رحت عملت فانكشن اسمها eliminate وعملت مثال عليها وعلى قد طباعه الكونسول. لسه بقى جوه الفانكشن انا اشوف انا عايز اعمل. هو بيقول لك that receives an array، بتستقبل مني array، فانا خليت استقبل array. هل معنى كلمه array دي بترمز لاي شيء؟ حتى الان لا. يعني انا ممكن اكتب تيست، ممكن اكتب حرف الام. فهنا البرام هنا او اسم البرام هنا ملوش علاقه. هو الفكره عشان بس في ناس كتير بتتلخبط. يعني انا لما اكتب هنا array هو خلاص اعتبر ان دي بالنسبه له array. لا، هو انت حتى الان الفانكشن دي مش عارفه ايه دي اصلا. يعني هو بالنسبه له دي ايه، هو مش عارف دي ايه. هو حتى الان مش عارف دي ايه. فانا ايا كان الاسم اللي انا كتبته هنا ملوش علاقه بيه، هو ليه علاقه انا هعمل ايه بالاسم اللي انا او البرام اللي انا اديته له ده، انا هعمل بيه ايه جوه. يعني انا لما اقول له ان ده اري جوه وابدا اعمل عمليه عليه عمليات اري، هو خلاص هيعتبر ان ده اري. مش شرط الاسم، عشان في ناس اوقات كتير بتتلخبط من الاسم، هكتبه اري بس عشان يبقى واضح بالنسبه للناس لا اكتر ولا اقل. طيب اول حاجه بقول لي ان الفانكشن دي بتستقبل مني اري. وطبعا هنا بيقول لك في الاكسنتس كريتيريا ان انت لازم تعمل فاليديشن على اي حاجه اليوزر هيدخلها او اي حاجه طالعه من الفانكشن. طالما عندي برام والمفروض ان هو يعتبر اري، فانا لازم اتاكد ان اليوزر هيدخل للفانكشن دي هنا كده اري. يعني لو راح دخل لي واحد انا مش عايز الفانكشن تضرب، لكن لما يروح يدخل لي اي حاجه غير الاري انا لازم اظهر له خطا. فانا لازم اشيك واقول له لو array dot is array للاري بتاعتي. هنا حتى الان انا بقول له لو الاري عباره عن اري، لا هو هنا لازم انفي. انا بقول له لو الاري اللي قدامي دي مش اري، لو الاري دي
مش اري. انا عايزك تعمل لي ايه؟ عايزك تعمل لي through new type error. انا عايزك ترجع لي error type. بيقول لك ان param must be an array. انا هنا كل الحكايه شيكت وقلت له لو الاري دي مش اري لان انا نفيتها، فانت هترجع لي خطا. الخطا ده نوعه تايب ايرور. تايب ايرور يعني ده انا بميزه. انا لو جيت هنا كتبت ايرور برضه علشان في ناس بتلخبط، هي هتشتغل عادي مفيش اي مشكله خالص، بس دايما كبست براكتس يعني احنا بنستعمل الايرور دي في الحاجات اللوجيك. يعني مثلا لو 1+1 بيساوي 3 مثلا، لا مع ايرور كذا لازم يساوي 2. لوجيكال ايرور بالمنظر ده. لكن لو انا بشيك على حاجه فيها تايب، يعني عايز اعرف نوع التايب ده ايه او نوع البيانات ده ايه بالظبط، فلا يفضل ان انا اكتب التايب ايرور عشان يطلع لي التايب بتاع البيان نفسه. فهنا بقول له through new error type new type error ان البرام اللي انت دخلته لي هنا او بسطته لي هنا ده زي واحد كده، لا ده لازم يكون array عشان بس الفانكشن ما تضربش بالنسبه لي. طيب بفرض ان المستخدم دخل الاري بالمنظر ده وتمام مفيش اي مشكله خالص. طب نبدا نخش على الخطوه اللي بعدها. طالما هو اداني array وعايزني اشيك على القيم اللي جواها اوتوماتيك، انا عايز اعمل loop over an array. انا لازم اعمل لوب على الاري. فانا هقول له for const value of array. انا عايز كل قيمه في الاري. طب لو انا جيت عملت لوب بالمنظر ده للفاليو ده، المفروض ايه اللي يطلع؟ جيت انا عملت انسبكت كده ورحت على الكونسول، بص هو طبع لك ايه؟ طبع لك كل القيم اللي موجوده في الاري اللي عندك. ليه؟ لان انا هنا عملت لوب على الاري. انا قلت له كونست فاليو كل فاليو موجوده في الاري اللي عندي. انا عايز تعمل فيها، انا عايزك تطبعها لي يعني في الفاليو دي كده. انا ماسك كل قيمه موجوده في الاري اللي انت بصيتها هنا اللي هي دي. طيب ده كلام عظيم. انا بقى عايز اعمل ايه في الفاليو دي؟ هو بيقول لك انا مش عايز اي قيمه فولسي فاليوز. يبقى اوتوماتيك دايما انت لو رحت بحثت كده قلت له مثلا فولسي values in JavaScript مثلا، ورحنا دخلنا على الام دي ان، هتلاقيه بيقول لك ان النل undefined false not a number zero سالب zero on an empty string document dot all. كل دي بتعتبر false values. فمعنى كده ان الاف اصلا الاف عندي بترجع قيمه true او بترجع اول حاجه true بالنسبه لي. فانا لو قلت له if value بس كده، ده معناه بقول له رجع لي اي قيمه true موجوده هنا. طيب لو انا جيت قلت له if value بالمنظر ده، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ارجع array جديده فيها القيم بعد الفلتره، بعد ما انا شلت منها القيم. معنى كده ان انا محتاج هنا ان انا اقول له const new array. دي عباره عن array فاضيه عشان اقدر اخزن فيها القيم دي بعد الفلتره. فانا هاجي هنا واقول له ان اللي new array دي دوت بوش. انا عايز اعمل فيها ايه؟ الفاليو. لو انا رحت جيت كده شيكت، خلاص نسيبنا من دي، طبعا هيرجع undefined لان انا لسه الفانكشن عندي ما رجعتش حاجه. فانا لازم ارجع للنيو اري دي بعد الفلتره. نيو اري هتلاقيه رجع لي واحد واثنين وصفر اللي هو جوه السترينج. رجع لي كل القيم لترو وشال كل القيم النل. والله هو لحد هنا سليم، لكن في مشكله ان هو في المساله هنا جه قال لي الزيرو doesn't consider to be empty. انا مش عايز الزيرو يعتبر false values، انا عايزك ترجعه لي من ضمن القيم اللي راجعه هنا. انت هنا شلت الزيرو، انت رجعت لي الواحد والاثنين والامثله. ليه؟ لان الزيرو برضو بيعتبر false values. فانا قلت له اي قيمه true او true values رجعها او اعمل لها بوش في الاري الجديده اللي هي الفاضيه دي، وبعدين رجع الاري الجديده عشان تظهر لي بالشكل ده. طب انا عايز استثني الزيرو كمان، فهنا بقول له رجع لي اي فاليو، يعني اي true value، او رجع لي الفاليو اللي بتساوي زيرو. فانا لو رحت بصيت كده هتلاقيه رجع لي الزيرو كمان. ليه؟ لان انا اديته الشرط تاني مع الاف. انا قلت له رجع لي اي قيمه ترو او رجع لي اي قيمه قيمتها بتساوي زيرو. فهو دخل شيء
اول حاجه عمل لوب، مسك الفاليوز واحده واحده، كل فاليو شيك عليها، والله الفاليو دي ترو، الواحد ده ترو، اوتوماتيك راح داخل على الاري الفاضيه عامل بوش لقيمه الواحد، فيروح مرجع واحد في الاري. بعد كده يعمل لوب تاني يخش على القيمه اللي بعدها 2 نفس الكلام، هيبوشها. طيب النل دي قيمه ترو، لا يخش على الشرط الثاني، النل دي قيمتها بتساوي صفر بالمنظر، لا ما هو قيمه نل، فلا اوتوماتيك هيستبعدها، هيخش على القيمه اللي بعدها نفس النظام، هيخش على الزيرو، الفاليو دي قيمه بتساوي زيرو، بتساوي زيرو، هيحطها في الاري الجديده ويرجعها بالمنظر ده. يبقى انا كده عملت لوب على الاري وشلت كل الفولسي فاليوز واستثنيت الزيرو من ضمن ورجعته بالشكل اللي انت شايفه ده في اري جديده. يبقى احنا كده خلصنا المساله بتاعتنا. اتمنى من الله عز وجل ان انت تكون فهمت المساله بشكل واضح، ولو عندك اي استفسار او عندك اي مشكله ممكن تسيبها لي في الكومنت على الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.